أخبار المغرب، مرحبا بكم. حقيقة وفاة سفيان بوفال في قطر وهذه التفاصيل. قبل ما نبدأ، المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر والدة بوفال وهي على فراش المرض، وقال الناشر الخبر أنها توفت في إحدى المستشفيات المتواجدة في قطر. وحسب مصادر لقناة أخبار بلادي، فإن والدة سفيان بوفال الذي كانت داخل المستشفى في وعكة صحية خطيرة ولم تذهب لاستقبال الملك في القصر بسبب المرض. وحسب تحرينا لهذا الخبر، اكتشفنا أنها لم توفيها المنية وإنها بصحة جيدة والحمد لله. كما ربطنا الاتصال المباشر مع عائلة سفيان بوفال بمدينة تازة للاستفسار على حالة سفيان بوفال، وأكدوا لنا أنها بصحة جيدة وسوف تغادر المستشفى عما قريب إن شاء الله. فهذا مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. احذروا إشاعات يا إخواني المغاربة. كنتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.